صحابي يتيم حينما توفى بكى عليه رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال أن حور العين تتسابق عليه. أحبه النبي حبا جما، ورعاه وتربى في كتفه منذ مراهقته، فكان من أوائل ممن آمنوا بدعوة رسول الله ودافع عنه وتحمل اضطهاد الكفار ومحاربتهم. هذا الصحابي الجليل قد لا تعرفه ولا يعرفه الكثير جدا من المسلمين. كان فقير الحال يتيما غير ذائع الصيد، توفي في ريعان شبابه بعد زواجه لأيام قليلة. إنه جليبيب بن عمرو الأنصاري. في أحد الأيام قال له رسول الله مداعبا إياه: يا جليبيب، ألا تريد الزواج؟ فرد جليبيب والذي كان يعاني من بعض الصفات الجسدية الغير مرغوبة، فكان قصير القامة وغير جميل المظهر ويعاني من التنمر الشديد بسبب شكله. فرد جليبيب على رسول الله: ومن يزوجني يا رسول الله؟ ومن يقبل بي؟ كان جليبيب يرى نفسه قليلا لن تقبل به أي عائلة، ولكنه لم يعلم كم هو غالي عند رسول الله وعند الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول: أنا أزوجك. فرد جليبيب: والله لتجدني كاسدا يا رسول الله، أي رخيص ذميم لا يرغب أحدا فيه. فقال رسول الله ليطيب خاطره: لكنك عند الله لست بكاسد. فرفع نبي الله من معنوياته عنان السماء، وهذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكفل رسول الله بزواجه بفتاة جميلة ابنة أحد الأنصار، فطلب رسول الله منه يداها، فاعتقد الرجل أن رسول الله يطلب الفتاة للزواج منها وليس لجليبيب. فقال الرجل: نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. فقال رسول الله: إني لست أريدها لنفسي. فقال الرجل: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال: رسول الله يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعم عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إني، أجليبيب إني. فسمعت الفتاة كلامهم، ولكنها علمت أن رسول الله اختار لها هذا الشخص، فهناك شيء لا يعلمه إلا رسول الله فقط. فأتت لأمها وقالت: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني. وتزوجت الفتاة من جليبيب بمباركة رسول الله. وبعد أيام قليلة وبينما هو في فترة احتفاله وفرحه بالزواج أخيرا، نادى المنادي: حي على الجهاد، فقد حانت غزوة أحد. فخرج جليبيب تاركا عروسه بعد 7 أيام فقط من الزواج ليجاهد في سبيل الله. وبعد معركة طويلة انتصر فيها المسلمون على كفار قريش، سأل رسول الله: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه في القتلى، يعني ابحثوا عنه بين القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. بعد معركة عظيمة وكان بجسده عشرات الطعنات، لكنه لم يمت إلا بعد أن قضى على 7 وحده. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم شح رسول الله بوجهه يمينا وقال: أتدرون لما أشحت بوجهي؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: والله إني رأيت زوجاته من حور العين يتسابقن إلى احتضانه، وأنا أعرفه رجلا غيورا، فأشحت بوجهي حتى لا يغار. فصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جبر بخاطئه وقدره كما لم يقدره أحد، وبكى عليه رسول الله. اللهم اجمعنا على محبتك، وأعنا على طاعتك وخدمتك، وطهرنا تطهيرا نصلح به لحضرتك ولقاء نبيك عليه السلام، وزدنا فيه تحيرا وبك افتنانا، وغيبنا فيك عن كل شيء سواك.
حتى لا نكون إلا بك ولك، واحفظنا فيك سائر يومنا وبقية عمرنا حتى تتوفانا وأنت عنا راض، ونحن عنك غير مفتونين، بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.